ضربت معاكي يا خالته. ضربت معاكي. يعني انا اقعد طول حياتي ببرم في الاستديوهات وفي كل حته عشان بس اقول كلمه ولا اطلع اعدي كده بس، وهي من مكالمه تليفون تطلع في حلقه لوحدها. طب كانت خدتني معاها بدل اللهطل اللي معاها ده، على الاقل كنت اعرف اعمل كاروت كيك ولا اي حاجه كده شيك. انما لا طبعا، هي تنفسن مني، لان انا لو رحت معاها هاكلها، هاكل منها الكاميرا، هسرقها منها كده. ميرسي ميرسي يا خالو قوي. لا حول ولا قوة الا بالله. والله يا بنتي مش انا اللي بعت لها الاوردر ده. عشان كده ربنا كرمها. ما انت عارفة خالتك محظوظة، كلمتهم بالتليفون ردوا عليها بعتوا لها. لكن انت في الاخر برنامج طبيخ ما يليقش بمقامك. طبعا انا مقامي اطلع بظهري اخد سكينه في رقبتي. عامل لك ايه؟ ما انت اللي فقريه وحظك فقري. ايه ده، ربنا يكرمك المره دي. يا ترى المره دي بقى انا هطلع مشنوقه ولا محروقه؟ لا المره دي حاجه مختلفه، حاجه جديده، فيديو كليب مع عمرو دياب اظن. لا يعني مش للدرجه دي، اقل من كده شويه. مهرجانات، في مطرب شعبي عامل اغنيه جديده هتكسر الدنيا. الاغنيه دي هتتصور بكره، وطبعا ما ينفعش اشوف خير لبنت اخت حبيبتي واحرمها منه. يعني برضو يا خالو جايب لي شغلانه اطلع فيها صامته؟ يا حبيبه قلبي كل النجمات اللي انت شايفاهم في الساحه دول بداوا كليبات واعلانات، بس انت اعتمدي عليا المره دي. قولي يا خالو، انا حلوه قدامك ولا وحشه؟ قمر طبعا. صوتي حلو وبعرف اغني ولا لا؟ ممتاز. بعرف ادي ادائي كويس ولا لا؟ ادائك طبيعي ومتميز. كتير عليا كتير عليا يبقى عندي فانز. اشمعنى ميريام فارس مثلا عندها الميرياميز، مايا جاب عندها الجيابرز، هيفا عندها الهيفاهوليك، اليسا عندها الاليسيانز. ليه ما يبقاش في يوم من الايام جروب فانز اسمه الهيفا؟ ليه يا خالو؟ انا مش فاهم انت قلت ايه اساسا. عشان بقى حضرتك سوري معلش اولد فاشون، في جابه بين الاجيال، عشان كده انا هفضل قاعده مكاني هنا مبسوطه كده بتفرج على خالته بتطبخ في التلفزيون. في الاخر بقيت اولد فاشل. ورجعنا لكم تاني، وزي ما وعدتكم في اول حلقه معايا الضيفه اللي مشرفاني في الاستوديو دلوقتي مدام ابتهال، اللي هتقدم لكم اكله بتقول انها قعدت تفكر فيها مده طويله قوي 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 عشان تقدمها لكم. احنا على الهوا ايوه. اتاري الدنيا طراوه. ايوه طراوه فعلا. من فضلك عن اذنك شويه يعني الناس شايفيننا في ايه اللي بتعمله ده؟ ايه اللي بتعمله؟ هضطر اطلع فاصل ونستعد لتقديم. بنت يا لهفه، شايفاني يا لهفه؟ هنطلع فاصل ونعود بعد الفاصل مع مدام ابتهال واللي معاها. يا اعداد اسمعوني، انا قلت 100 مره ما تجيبوليش ناس من بره. انت جايبين لي كوارث. في كارثه معايا في الاستوديو هنا على وشك الانفجار، ومعاها داهيه لابسه لي بدله صاعقه. انا عايزه افهم بقى، انا عايزه افهم ايه اللي انت عملتيه ده بالظبط؟ ايه اللي انت عماله تعمليه؟ يا لهفه لما تبقى تلهفك ان شاء الله. انا بس تعالى هنا ايه بس؟ انا عايزه افهم ايه اللي انت عملته ده؟ ايه يا مهلبيه انت؟ مهلبيه ايه؟ ده انا بحبك بس بزياطك في البرنامج، خلي الناس تشوفك. عمال رايح جاي خيلتني مش عارفه اقول كلمتين للناس. وبعدين ايه؟ جعان جاي تاكل عندنا هنا، نازل اكل. بس احنا نقدم لهم مهلبيه انت يا مهلبيه. بس بقى يا ناس ما ينفعش كده ابدا، ما ينفعش. اعداد حاضر الهوا من فضلكم اهدوا شويه. حاضر. انا طالعه على الهوا انا لوحدي وبعدين انتوا. حاضر. اعزائي المشاهدين، رجعنا لكم بعد الفاصل. شايف يا بابا خالته قاعده بتعك بس. مدام ابتهال، ايه الاكله اللي انت هتقدميها؟ ايه الكنوز ده؟ ايه ده؟ دلوقتي بقى وشها هيبقى محفوظ وانا محدش هيعبرني. هقدم النهارده ايوه بصراحه طول ما انا جايه في الميكروباص طبعا لازم يكون باظ. الميكروباص يا سلام يا سلام، شايفه يا لهفه خالتك واكله الجو من مدام رجاء. العزيز ده صينيه جرى ايه يا خالو؟ ما احنا عارفين اللي فيها.
انا عايزه ريموت عشان انا هقلب خلاص مش قادره. ليه؟ اللي ميعاد المسلسل التركي. احنا ما صدقنا حد من العيله طلع في التلفزيون. والله ابتهال دي قروبه. وورق عنب وقلقاس وكوسه. يلا بضحت يعني الحمد لله. طبعا جاب كل مكونات الطبق اللي مدام ابتهال هتقدمه لكم، وان شاء الله بالهنا والشفا باذن الله. بعد ما تعملوا هتحطوه في الفرن زي ما قلت لكم، وبعدين هتنتظروا عليه شويه وربنا يقدركم باذن الله وتاكلوه. نطلع فاصل تاني ونعود. بتعمل الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك. مساعد ايه؟ ده المساعد. مساعد ايه؟ ده جاي يعمل ايه بالظبط؟ انا هقوم انزل عشان عندي شغل، وانتوا بقى بعد ما تتعلموا احكوا لي اللي حصل. ماشي خير، هنتعلم. خليكوا كده كلكوا طيبين قوي. الطيبه دي ما بتنفعش في الوسط ده ابدا. وعايز افكر الساده المشاهدين اللي عايزين يتصلوا بينا على البرنامج على الهواء مباشره، يتصلوا على الارقام اللي ظهر دلوقتي على الشاشه. مدام ابتهال قولي لي. ما شاء الله ما شاء الله. انا عايزه انام قوي، بس عليا النوم فجاه. انا هقوم وحضرتك بقى تبع خالته الحبوب الاموره دي، وانا بتفرج عليها في الاعاده. تصبح على خير يا حبيبي. انا هشوف الفاصل على الله يحطه ميكي ماوس. معانا اتصال. الو. ايوه يا استاذه رجاء، انا مش فاهمه يعني ايه الجديد في طريقه عمل المحشي؟ ما هي عملته زي ما كل الناس بتعمله عادي يعني. بصراحه يا استاذه الحلقه دي ملهاش اي 3 لازمه. لا الحقيقه ضيفتي ضيفه مميزه جدا جدا. يكفي انها مثلا بتقور البتنجان بايدها الشمال. مالك باصص يا جماله يا حلوياته، يا ساتر يا رب، يا حركاته يا زحاليقه. ايه زحاليقه دي؟ طيب احنا ايوه، انت معايا لسه على الخط ولا ايه؟ انت بتسمي العك ده نجاح؟ بصي يا استاذه رجاء، انا عندي افكار طبخ كتير جدا، لو استضفتيني الحلقه الجايه هعمل لك احسن من العك اللي الست دي عاملاه لك. الحلقه الجايه؟ مش لو البرنامج ما اتلغاش قبل الحلقه الجايه؟ طيب شكرا لاتصالك، متشكره قوي قوي قوي. ونطلع فاصل. لا استني قبل الفاصل. ايه؟ انا الصوت ده مش غريب عليا. عارف مين دي؟ ايوه البت لهفه. يا لهفه يا عدوة النجاح، اخس عليكي. ايوه والنبي يا لهفه سجلي الحلقه دي عشان هنعمل دلوقتي عيد ميلاد مدام رجاء الجداوي حالا. انا اسفه اسفه، هم الحقيقه اخدوا من حماس شويه. شفتي الموكوسه بتقول عليا ايه؟ خلاص من فضلك هنرجع بعد الفاصل. وسيداتي سادتي انساتي يا مهذبين قول لا ده تالت قرب كده. انا افتكرتك بالشوط. يا ماما بس يا ولد بس جايبتك والى اللقاء في الحلقه القادمه، اذا كان في حلقه قادمه. الحقوني، الست دي مش هتطلع تاني من النهارده. ما فيش رجاء. انا رجاء. ساندي. عمران ازيك؟ يا لهوي ده انا ما عرفتكش، انت عرفتني ازاي؟ من خفة ايدك لما شفتك كنت بتاخدي علبة العصير الخالي من السكر وبتحطيها في شنطتك عرفتك على طول. طول عمرك ايدك خفيفة، لكن لسه ايدك خفيفة زي ما انتي. ايوه طبعا تربيتك. فاكر زمان لما كنت بتعلمني كمان اشرب من علبة العصير واحطها فاضية في الرف؟ يا سلام، كانت ايام حلوة. فاكرة لما كنا بنتقفش كنا بناكل كل علقة وعلقة ما ياكلهاش حرامي في مطلع. وفاكرة أول مرة شفتك فيها لما كنت ساقطة في الإعدادية وقعدت تعيطي، صعبت عليا، خدتك من إيدك عشان أروحك، قمت وقعت مني في البلاعة اللي على راس الحارة، شديتك من إيدك طلعتك بالعافية، لقيت هدومك متقطعة، عرضت عليك إنك تطلعي الشقة عندي عشان تغيري هدومك، لكن أنت رفضت بكل إباء وشنن. لحظتها بس عليتي في نظري. ايوه، ما انا ما رضيتش اطلع معاك البيت عشان كنت عارفه ان البيت عندكم مدروس وعيلتك مرطرطين كده، فقلت بقى الطلعه مش هتجيب همها. ابدا، كلهم كانوا في معسكر في مرسى مطروح. خساره يا دي الحظ الفقر ده، انا منحوسه طول عمري. بقول لك ايه رايك بقى اعزمك عزومه حلوه، نتغدى وبعد ما ناكل ونحلي
تتلككي للراجل صاحب المحل وتدعي عليه انه بصلك بصه كلها تحرش، ونعمل له بوليكه ونهرب من دفع الحساب. الله، فكره حلوه قوي، بس للاسف بقى مش هينفع انفذها معاك. ابويا قافش عليا اليومين دول خالص، وحالف بقى لو اتاخرت هياخد مني العده. بابا، وابوك لسه عايش؟ ايوه. معنى كده ان انت لسه ما اتجوزتيش؟ لا، انا لسه انسه. اذا كان كده بقى يبقى تديني نمره تليفونك وعنوانك والباقي عليا. بقول لك ايه، عندك سكر في البيت؟ عندي بس كله دايت، عايزه من ده. خد الرقم بقى، 011 4 وحايد 3 ستات. ينفع اللي اتعمل فيا ده يا خالتي؟ ما كانش يومك يا بتاع، ما كانش. تتكلمي عن نفسك بس طبعا، مش همك انا. ايه اللي خرشمكوا كده؟ لما يعيدوا الحلقه هنشوف الضرب ده تاني؟ قولي من وش يا ستاتي، انا عفريت الدنيا بتتنطط في خلقتي. ناقصاكي منور الشاشه يا ايمن، منوره الفضائيات يا بتاع. ايه ده مكياج صح؟ مكياج ايه ياض يا اهبل انت مش شايف الخمس اقلام اللي على وشي دول بتوع مين؟ مين؟ بتوع مدام رجاء الجداوي يا بندق. مدام رجاء الجداوي الشيف؟ ايوه، مدام رجاء الجداوي ضربتني بالقلم يا بندق. يا بختك يا امال انعام سلوسه هتعمل فيا ايه لو شافتني؟ يا اخويا، ما هو كله منك، انت السبب في انا ايمن اتضرب من رجاء الجداوي؟ يا لهوي لو انعام سلوسه شافتني، يا لهوي. بتنا فين؟ كله بسببك كده. انا انت اللي بوظتني. بتضربي تاني بوظتني. امد ايدي عليك. عشتك. بتضربيني